من أجمل الأكلات اللي بتكون موجودة في فصل الشتا هي الأكلة دي، بصراحة اقتصادية جدًا وسعرها حنين كده وطعمها خطير. هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك ودعوة من قلبِك لإخواتنا ربنا ينصرهم، وحُطّي لايك واكتبي كومنت ويالّا بينا. هتجيبي بولة وهتضيفي فيها معلقتين كبار كده من هريسة الفلفل، يعني مزودة عليها التوم شوية، وهتضيفي عليها عصير ليمونة. تمام، يعني من الآخر طعمها خطير وبتفتح النفس جدًا. هتشيلي البذر بتاع عصير الليمون وتجهزي بقى شوية توابل بسيطة جدا نظبط بيهم الأكلة اللي معانا. أول حاجة هتضيفي نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ويعني نص معلقة صغيرة من الملح. تمام، هتقلبي الخلطة دي مع بعضها كويس جدا، وهتضيفي عليهم معلقة كبيرة من الخل. وبعد كده معايا بقى يعني كيلو الا ربع من البسارية، ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده مغسولة كويس ومتنضفة كمان. انا شايلة الراس بالامعاء كده مرة واحدة. حابة تنضفيها تمام، لو مش حابة اللي يريحك. هتركنيها بقى في التتبيلة الجميلة دي وتسيبيها على جنب شوية. وهنجيب صينية بقى ونقطع فيها بصلاية واحدة بالشكل ده قطع صغيرة. البصارية يا جماعة ناس كتير بتنضفها وناس كتير بتسيبها زي ما هي. بعد كده معانا حزم من الكزبرة الخضراء، هقطعها برضو تقطيع رفيع بالشكل ده كده، او تقطيع ناعم. وكمان معايا حبيتين من الطماطم. حلو الكلام. حلو الكلام، اظن ما فيش اسهل من كده. المكونات ان شاء الله تكون موجودة عندكم. البسارية ده انا اشتريتها الكيلو، يعني كيلو ونص ب50 جنيه، هنعمل بيهم وصفتين حلوين قوي. خلاص قطعنا بقى الطماطم. هجيب برضو معلقة كبيرة كده من الثوم المفروم وعليها شطة حامية كده. بص بصراحة بيكون عندي معلقة كده او عندي هرسة فلفل بس مزودة عليها التوم شوية، بتنجز معايا في الوصفات اللي زي كده. كمان معايا عصير ليمونة كاملة هعصرها بقى. وهاخد برضو عليهم معلقة كبيرة من الخل. بس الاول بقى نزود نحط التوابل. برضو نفس التوابل اللي حطيناها، نص معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة كمون وكزبرة وفلفل اسود. هندعك البصلاية بالشكل ده كده، واجيب بقى معاها باقي الخضار اللي في الصينية ومرت ودعك كده لحد لما ينزلوا المية اللي فيهم. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة واحدة بس من الزيت. وبكده تكون الخلطة جاهزة معانا. كمان معايا كيلو ربع من البسارية برضو متنضفة وشايلة منها الراس. الكيلو ونص بصراحة انا قسمته اتنين، اخدت نصهم في التتبيلة الاولانية ونصهم في الصينية دي. هقلب بقى البسارية مع التتبيلة الجميلة دي ونظبطها بالشكل ده كده. وهنضف الصينية كويس جدا. بصوا بقى هعمل ايه، انا هسوي الصينيه ده على البوتاجاز، ايوه على البوتاجاز، ما فيش فرن بقى. هحطها على البوتاجاز ونسيبها كده تغلي غلوتين مع بعض كده على نار عاليه، وبعد كده هدي عليها النار شويه. ما بتاخدش وقت كتير في السوا، وبصراحه يا جماعه ريحتها تحفه جدا. تعالوا بقى كده على ما البسارية اللي احنا مولعين عليها دي تغلي غلوه كده، نشوف هنعمل ايه في البسارية التانية. بصراحه ريحتها قلب المطبخ. شايفين بقى جمال المنظر بعد ما الصينيه تكتكت كده على النار. هنهدي عليها ونسيبها تستوي براحتها، ما بتاخدش وقت زي ما اتفقنا. فرشت مفرش بلاستيك بالشكل ده كده، وحطيت شويه من دقيق القمح وشويه من البسارية اللي اتبلت وبقت زي الفل. هغلف بقى البسارية بالدقيق كويس جدا. ومعايا بقى منخل، او ممكن تستخدمي مصفى سلك واسعه شويه تنزل بقى الدقيق الزايد من البسارية. حاجه يا جماعه بصوا حلوه قوي بصراحه. بتاكل وبتشبع ومليانه يعني فيتامينات او فايده حلوه قوي. نخلنا بقى البصارية بالشكل ده. عندك حلين، يا اما هتسيبيها صوابع بالشكل ده كده، او هنلزق الديل في الديل زي ما انا هعمل دلوقتي. يعني همسك كل 4 وحدات. همسك بقى البصارية بالشكل ده كده، هحط الديل على بعضه واضغط عليها تلاقيه لزق كده ومسك في بعضه. دي الطريقة يعني كنا بنعملها زمان، لكن بصراحة كلنا بقينا نستسهل يعني. بنخل وعلى طول بروح حطها في الزيت. بس الطريقة دي بتكون أشيك بصراحة وأحلى في التقديم، وكمان بتكون أظرف يعني. وكمان بتحافظ على الزيت، يعني بعكس ان انت لما تاخدي كبشه كده من البسارية صابع تحطها في الزيت. انت دلوقتي بتاخدي بس البسارية تلزقيها في بعض، فما بيكونش عليها بقى ولا تتبيله زياده ولا دقيق زياده. فالزيت بيفضل نظيف. معايا بقى هنا الزيت سخن، وحطيت فيه كده نص قشرة ليمون علشان برضو يعني ريحة المطبخ ما تقلبش على سمك. وهبدأ بقى ان انا انزل بصوابع بقى سماها صوابع بقى صوابع البسارية اللي متشبكة في بعضها دي. بصراحة بتكون تحفة جدا. الزيت سخن كويس جدا، هحط البسارية اول ما تبدأ ان هي تاخد لون ذهبي كده، ما تغمقهاش علشان خاطر مش تنشف، لانها زي ما انتم شايفين رفيعة وضعيفة، يعني مش مستحملة ان احنا نسيبها في الزيت كتير. اول ما تاخد لون دهبي فاتح هبدأ ان انا اقلبها بالشكل ده كده.
وبصراحة انا بفضل اللون ده او الدرجة دي من التسوية البصرية. عايزاها بقى مقرمشة خالص وناشفة تقدري تغمقيها عن كده، لكن انا بصراحة بحبها مقرمشة من بره بس يكون فيها قلب طري كده وحلوة من جوه. الرصة دي استوت بقى، هبدأ ان انا اخرجها على فرشة من البقدونس الاخضر او الكزبرة الخضراء بالشكل ده. بصوا بقى شكلها تحفة جدا ويفتح النفس. هحط بقى باقي الكمية بنفس الطريقة. بصوا على اول ما بتكون اول رصة استوت بنكون لزقنا تاني رصة في بعضها، يعني مش صعبة ولا حاجة. هنا بقى الصينية دي كانت استوت وبصراحة طعم لذيذة. حتى الولاد عجبتهم الطريقة الصينية احسن من المقلية كمان. هي استوت وبقت تمام، هولع بس عليها الشواية اديها وش تحمير وتكون معانا بالشكل الجميل ده. حابة تسيبيها زي ما هي اللي يريحك، بس بصراحة تحفة جدا وصحية. الناس بقى اللي دايت بقى وما بياكلوش المقالي والكلام ده كله هتعجبهم جدا. وادي البصرية كمان كلها بعد ما اتقلت ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده تفتح النفس بألف هنا وشفا. انا هعمل جنبهم شوية رز حبة وحبة وشوية خضار بقى وشوية سلطة وهتكون غدوة زي الفل. اتمنى حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك وتكتبوا رأيكم في الكومنتات تحت، واستنونا في حلقات تانية ان شاء الله، ومع السلامة.